السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة قبل الجيل السادس زي ما انتم شايفين متهشمة ومتكسرة لآخر درجة. الحمد لله فصلنا بالسيم واتبقى بعد الرايش أو الإزاز القديم ابتدينا إن احنا نشيله بمادة 8 تلات تلاتات لحد ما اتخلصنا منه. هنا اتخلصنا منه الحمد لله. بنخلي مادة على مادة الأوسي القديم عشان نبدأ نشيلها. طبعا هنا استخدمت ايدي ومرضيش استخدم الدريل يا جماعة. الحاجات الصغيرة اللي زي كده مش مستاهلة دريل. وكده كده المادة بتخلي مادة الأوسي بتلين بطريقة كويسة، فبستخدم ايدي الحمد لله. هنا بعد ما تخلصنا من مادة ال OCA القديمة، هنا الحمد لله اشتغلت معانا، التاتش اشتغل بطريقة كويسة الحمد لله. كده بننضف. طبعا في رايش اتبقى في زي نظام علامات مكان الكسر القديم. طبعا دي معرفش اتخلص منها، ولكن ما بتبانش بنسبة كبيرة جدا بعد الكبس. هنا سنترنا، سنتر بطريقة كويسة، وبعد كده خليناها في الكبس. هنا بعد ما كبسنا بنطلع الشاشة الحمد لله بنسبة 90%. الشاشة مظبوطة. بعد النقاط الصغيرة بتروح في غرفة البابلز، بنخليها لمدة 3 دقايق. بعد ما طلعناها من غرفة البابلز دي بتكون النتيجة معانا ما شاء الله. بعد النقاط الصغيرة دي يا جماعة مكان الكسر القديم، وانا ما كانش ينفع اتخلص منها لان التاتش الاصلي ما ينفعش ان انا ابدل عشان خاطر بعض النقاط اللي هي اصلا مش هتظهر اثناء شغل الساعة. هنا الحمد لله تمت العملية بنجاح. كان معاكم ضياء المصري.